فازت بجائزة نوبل للسلام بدل ترامب، وقالت لأ للتزوير في الانتخابات. تعالوا نشوف من هي ماريا كورينا ماتشادو وإيه السبب في فوزها بجائزة نوبل. في لحظة من اللحظات اللي التاريخ هيقف عندها، الدنيا كلها اتكلمت عن فنزويلا بعد ما لجنة نوبل أعلنت فوز ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025. بس ورا الخبر ده في حكاية ست ما استسلمتش. ماريا اتولدت في كاراكاس سنة 1967 في بيت بسيط وسط عيلة علمتها إن الحرية مش ببلاش. كبرت ودرست هندسة صناعية وكان ممكن تعيش حياة هادية ومريحة، لكن السياسة كانت بتناديها. في 2002 أسست منظمة سوماتيه عشان تراقب الانتخابات وتمنع التزوير، ومن ساعتها وهي في مواجهة مفتوحة مع النظام. اتشوهت واتهددت واترفعت عنها الحصانة واتمنعت من السفر، لكنها عمرها ما تراجعت. في 2023 أعلنت إنها هتترشح للرئاسة، القرار اللي قلب الدنيا في فنزويلا. النظام حاول يمنعها لكن صوتها وصل للعالم كله وتحولت لرمز للمقاومة السلمية. وفي 2025 جت اللحظة اللي استناها الكل، ماريا كورينا ماتشادو بتفوز بجائزة نوبل للسلام. فوز مش سياسي، فوز بمعنى الكلمة، لأن ماريا أثبتت إن أوقات الكلمة أقوى من السلاح.